السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا طلاب تالتة إعدادي في كل مكان، طبعا بنكمل معاك سلسلة حل محافظات تالتة إعدادي بتفسيرها وشرحنا المميز. جميل. النهارده معانا محافظة جديدة اسمها محافظة بني سويف. جميل. الناس تركز فيها. ماشي. المحافظات الأخيرة يا جماعة فيها ما شاء الله أسئلة كويسة جدا وفيها أفكار جديدة، فتخلي بالك معايا وتصلي على النبي ويلا نبدأ. بص يا عم، نوع الزراعة السائدة في المنطقة المشار إليها ده يا جماعة طبعا في المناطق الحارة، تمام؟ في وسط أفريقيا يبقى زراعة بدائية بسيطة. عندي رقم 2 بيقول لي أولى دول العالم إنتاجا للبوكسيت، طبعا دولة أستراليا. رقم 3 بيقول لي إقليم صناعي وهو أكبر إقليم في العالم الجديد شمال شرق الولايات. طب بص كده معايا السؤال اللي بعد كده. بيقول لك ما نتائج زياده الطلب على البترول وتعدد استخداماته؟ ان في زياده على طلب البترول ده يؤدي الى ايه؟ زياده اسعاره بصفه مستمره. كثره التلال والينابيع المائيه في المرتفعات الوسطى بألمانيا، طبعا الاجابه عندك ده يؤدي الى ايه؟ اصبحت مناطق جاذبة لإيه؟ للسياح. الموقع الفلكي البرازيل على مناخها أدى إلى وقوع معظم البرازيل ضمن المناخ الاستوائي والمداري. طب تعالى كده، ايه بقى الاقاليم اللي او المناخ الموجود عندك يا حبيب قلبي؟ الاستوائي موجود فين؟ في الساحل الشمالي وحوض الامازون. عندك المناخ المداري وده موجود في هضبة البرازيل والساحل الشرقي. وعندي المناخ المعتدل الرطب وده موجود جنوب شرق البرازيل. جميل. ويلا نكمل. بيقول لي السؤال اللي هنا، بما تفسر انتشار مصايد الاسماك على سواحل القارات؟ طبعا يا حبيبي هنا بسبب وجود العوامل الطبيعيه والبشريه اللي ساهمت في تطور ايه؟ على كده التي ساهمت في تطور حرفة صيد الايه؟ الاسماك. طب تعالى كده نقول المقاومات الطبيعية. المقاومات الطبيعية عندك هو التقاء التيارات الباردة مع الدافئة، ده رقم 1. 2 ضحالة المياه. رقم 3 عندي وهو تعرج السواحل مما ادى الى ايه؟ انشاء الموانئ ورسو الايه؟ السفن. طب المقومات البشريه عندي برضو الموانئ تعتبر من المقومات الطبيعيه والبشريه، ده رقم 1. رقم 2 عندي تطور اساليب الصيد، ماشي؟ تخلي بالك وتطور انشاء المزارع السمكيه. ما المقصود بمصادر الطاقه؟ ما المقصود بمصادر الطاقه عندي؟ هي القوى المحركه لحياه الانسان في جميع مجالات الحياة. خد بالك تنفع سؤال بما تفسر ايه أهمية القوى ومصادر الطاقة؟ يعني القوى المحركة لحياة الإنسان في جميع مجالات الحياة، ماشي؟ ولا غنى عنها سواء في الاستخدامات البشرية والصناعية. طبعا في أي الأقاليم تقع ماليزيا؟ طبعا ماليزيا جنوب شرق آسيا. صح وغلط مع ذكر السبب في الحالتين. تعد مصر أكبر الدول الإفريقية المنتجة للبنجر؟ طبعا صح. ليه؟ طبعا بسبب توافر المناخ المعتدل والتربة الملائمة. طب بص كده معايا،
الصين اولى دول العالم انتاجا للحوم، صح، ومعظمها من لحوم الابقار. طبعا العباره خاطئه، من لحوم الخنازير. ما العلاقه بين المانيا وتوليد الطاقه الكهربائيه من الرياح في مصر؟ ممكن نقول بقى ان المانيا تقوم يا ولاد بتمويل محطات انتاج الكهرباء من الرياح في مصر. جميل. 2. المقومات البشريه والصناعه. نقول ان الصناعه مقومات بشريه. ايه هي المقومات البشريه دي؟ اول حاجه عندك ايدي عامله ماهره، بالاضافه الى اسواق داخليه وخارجيه، بالاضافه عندك لتطور البحث العلمي، بالاضافه عندك لراس المال. دي كلها مقومات ايه؟ مقومات بشريه. ما العلاقه بين القطن والثروه الحيوانيه؟ سؤال مهم يا جماعه. ان بص بقى، يتم تصنيع الاعلاف من بذره القطن بعد عصرها، والاعلاف دي بتستخدم للثروه الحيوانيه، طبعا للاعلاف. ايه الشبه بين الغابات في كل من نيجيريا والمانيا؟ طبعا ان تلت مساحه المانيا ونيجيريا غابات، وتعد في الاثنين مصدر للايه؟ للاخشاب. ايه وجه الاختلاف بين الزراعه الكثيفه والزراعه التجاريه؟ صلى على النبي. دي بص ركز بقى معايا، دي في المناطق الكثيفه السكان، وهدفها ايه؟ هدفها طبعا اشباع او الايه؟ الاستخدام او الاستهلاك المحلي فقط. الزراعه الكثيفه محليه، عايزين ناكل السكان بتوعنا بس. لكن دي يا باشا طبعا بتستخدم اساليب علميه، لان غرضها غرض تجاري. حلو. اما دي برضه ما بنستخدمش فيها الاساليب الايه؟ العلميه الحديثه. جميل. تطور مجانيه التعليم. انا هنا بتكلم عن التعليم. حلو. في ثوره يوليو 52 في المجال ايه؟ طبعا في المجال الايه؟ الاجتماعي. حلو. قرر وزراء النفط العربي حظر الصادرات النفطيه الى الولايات المتحده الامريكيه في اجتماعهم في طبعا عندك الكويت. عادت طابع الى السياده المصريه في عهد طبعا مين؟ محمد حسني مبارك. السؤال ده مهم قوي يا جماعه. بيكلمني بيقول لي اختلفت الاراء حول ثوره 52. بص يا عم، انا هختصر لك الموضوع في نقطتين مهمين جدا ولازم تخلي بالك منهم، لان من الاسئله اللي بتيجي كتير جدا في الامتحانات. بص يا عم، اول حاجه الراي الاول. بص، ان الثوره لها اهميه كبيره. ليه؟ لما تركته، لانها مرتبطه بايه؟ بص كده، تركته من ايه؟ قال لك تركت اثر كبير على حركات التحرر العربيه بشكل خاص، وتأسيس حركات دولية مثل حركة عدم الانحياز أو الحياد الإيجابي. يبقى الرأي الأول بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن الثورة لها أهمية كبيرة لأنها تركت أثر كبير على حركات التحرر في المنطقة العربية بشكل خاص، لأن إحنا عرب. في العالم كله بقى إزاي؟ قال لك ساهم في تشكيل منظمة دولية اسمها منظمة عدم الإيه؟ الانحياز. حلو. طب الرأي الثاني يا حبيب قلبي، الرأي الثاني بيقول إن الثورة لم تبدأ الثورة مع تنظيم الضباط الأحرار. امال ايه يا مستر؟
يعني الثوره ما بداتش، ثوره 52 ما بداتش مع تنظيم الضباط الحر. ليه؟ قال لك بل هو كفاح ممتد منذ الثوره العرابيه ثم ثوره 1919 واخيرا ثوره كام؟ 1952. سؤال حلو قوي يا جماعه، ماشي؟ بيجي كتير جدا في الامتحانات. لفلسطين اهميه خاصه في كل رجل او كل عربي. ليه؟ بص يا عم، صل على النبي. قال لك اول حاجه هي اولى القبلتين، وثالث الحرمين. دي ليك كمسلم. حلو. اسري اليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بها مسجد قبة الصخرة، وولد بها السيد المسيح عيسى ابن مريم. حلو. يبقى سواء مسلمين او مسيحيين فليها ايه؟ اهميه في كل ايه؟ قلب رجل عربي. حلو. صلى على النبي. كان للمواقف الدوليه دور في فشل العدوان الثلاثي على مصر 56. ازاي؟ ممكن نقول له تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل. كلهم نقول ايه تاني برضو؟ تنديد الامم المتحدة بالعدوان. رفض برضو الولايات استخدام القوة في حل النزاعات. يقول لك هنا موقف القوات المسلحة المصرية من ثورة الشعب المصري 30 يونيو 2013. بص يا عم، طبعا اعلنت القوات المسلحة بيان توضح فيه أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية تحتم، يعني تجبرها الدخول فين يا أولاد؟ التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراعات والفتنة الطائفية. حل. بعد كده ما المقصود بالحل النيابية؟ هو قيام الشعب باختيار ممثلين، تمام كده، لمراقبة أعمال الحكومة وسن القوانين. عدم الانحياز هو عدم طبعا الانضمام للكتلتين الشرقية والغربية، واللي شاركت فيها مصر يا جماعة في مؤتمر باندونج باندونج. صح وغلط؟ تعد ثورة 25 يناير 2011 من الثورات الفريدة في التاريخ الحديث والمعاصر. العبارة طبعا صحيحة، حيث كان للتكنولوجيا المتقدمة دور في اندلاع طبعا اللي هي يا جماعة الثورة، مثل شبكة أو الشبكة الدولية للإنترنت يعني، وعندك مواقع التواصل اللي هو الفيسبوك والتويتر وقتها. عندك اثبتت الاحداث ان معاهده 36 حققت الاستقلال الحقيقي لمصر. طبعا العباره خاطئه، لم تحقق المعاهده 36 الاستقلال الحقيقي لمصر، حيث قامت القوات البريطانيه بمحاصره قصر عابدين. اثبتت الاحداث ان معاهده 36 حققت الاستقلال الحقيقي لمصر؟ لا، لم تؤدي الى الاستقلال الحقيقي لمصر، حيث قامت القوات البريطانيه بقى محاصره قصر عابدين، تمام كده، واجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس رئيس للوزراء. تعالى كده، ايه نتائج مؤتمر مدريد للسلام 1991؟ هنقول ايه بقى؟ حدوث مفاوضات سريه بين
هيئة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. انتهت هذه المفاوضات السرية دي إلى توقيع اتفاقية في واشنطن 1993 لاتفاقية أوسلو يعني. معركة رأس العش، فشل إسرائيل في اقتحام مدينة بور فؤاد. اهتمام الدولة بمكانة المرأة ودعمها في الفترة من 52 ل 71. طبعا هنقول إن أصبح للمرأة حق الترشح لمجلس الأمة 1956، بالإضافة لتقلدت المناصب الوزارية، وأول وزيرة في مصر كانت حكمة أبو زيد، كانت وزيرة للشؤون الاجتماعية 1962 في عهد جمال عبد الناصر. ما العلاقة بين منظمة اليونسكو وحفظ التراث الحضاري والثقافي لمصر؟ طبعا منظمة اليونسكو وحفظ التراث الحضاري إن ساهمت منظمة اليونسكو في تمام كده ترميم أو إحياء مكتبة الإسكندرية والحفاظ على معبد أبو سمبل من الغرق أو إنقاذه يعني. هيئة عمليات القوات المسلحة ونصر أكتوبر. هيئة عمليات القوات المسلحة اختارت أنسب التوقيتات للعمليات الهجومية مما كان له أثر في إيه؟ أثر في إحراز النصر. ويبقى الحمد لله كده عندنا المحافظة خلصت. استنانا في محافظة جديدة. سلام.